هل حصل معاك مره انك كنت داخل انترفيو او في الييرلي ريفيو او التقييم السنوي او حتى قاعد مع مديرك والتيم بتاعك وطلب منك انك تعرض موقف او تعرض حدث حصل توضح فيه خبرتك قدام الناس بحيث انهم يتعلموا او يشوفوا خبرتك؟ ساعتها حسيت انك مش قادر توضح قد ايه انت شاطر، قد ايه انت عندك الحل بس مش عارف تعرضه ومش عارف تصيغه في صورة حلوة، وازاي انت اتعاملت مع الموقف الصعب ده وقد ايه النتائج كانت حلوة. قعدت تفكر كتير ويمكن اتلخبطت وقعدت تتهته اصل حصل طب ثانية ايوه كنا ماشيين لا انا مش قصدي، او يمكن بدأت تحكي تفاصيل ممكن تكون مش مهمة. انا هقول لك موقف دلوقتي حصل معايا، الموقف ده وضح ازاي حل المشكلة. يوم 24/6 الساعة 2 الظهر خلص بقى يا عم. ساعات كتير ممكن يكون عندك الخبرة والكفاءة وعديت بالموقف ده وتقدر تحكيه وتفيد الناس بخبرتك او توضح خبرتك، لكن مش عارف توصل للناس الطريقة اللي اتعاملت بيها مع الموقف او ترتيب الموقف مش حضرك من اوله لاخره. ده اللي ان شاء الله هيتغير النهاردة مع تقنية ستار، تقنية النجم. النهاردة في قهوة المندوبين هنتكلم وندردش ونعرف اكتر عن تقنية ستار، تكون اكثر وضوحا في عرض مواقفك بشكل احترافي وتعمل انطباع قوي في مواقف كتيرة. اهلا وسهلا بكم، معاكم ريمون ابراهام، حلقة جديدة من حلقات قهوة المندوبين. هات كوباية القهوة او كوباية الشاي ويلا بينا ندردش. كلمة ستار دي اختصار لأربع كلمات او 4 خطوات هتساعدك توضح اي موقف صعب بشكل مرتب وبطريقة مقنعة. ايه ال4 كلمات في ستار او ال4 خطوات؟ اول حرف حرف الاس سيتويشن او الموقف، حرف التي التاسك او المهمة، حرف الاي الاكشن او الاجراءات اللي بدأت تاخدها، اخر حاجة الار هي الريزلت، النتيجة اللي طلعت بعد الاجراءات اللي خدتها. تعالوا مع بعض نفهم ايه كل خطوة بتتعمل ازاي وايه اللي ما نعملوش في كل خطوة. اول خطوة هي الاس او السيتويشن، هو الموقف. ما تاخدش موقف من حد، مش قصدي، اقصد هنا المشكلة. ايه المشكلة اللي انت واجهتها او الموقف اللي انت واجهته فمحتاج له حل؟ ايه اللي تعمله في الخطوة دي؟ انت هنا عايز توضح المشكلة او الموقف اللي حصل ببساطة. لازم تخلي التفاصيل مركزة علشان محدش بيحب يسمع لوك 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 حواديت كتيرة، كله مشغول. ولو انت حكيت كتير الحاجات المهمة والتفاصيل المهمة هتضيع وسط التفاصيل اللي مش مهم. مهم المشكلة او الموقف اللي حصل يكون ليه علاقة بالمطلوب. ممكن في الخطوة دي، خطوة السيتويشن، تقول كالآتي: انا كنت شغال في شركة بتبيع الكترونيات وكان في مشكلة في تأخير الشحنات. خلص. انت هنا وضحت المشكلة تو ذا بوينت من غير رغي كتير. ايه اللي ما تعملوش في الخطوة دي؟ بلاش تدي تفاصيل كتيرة ملهاش لازمة. كنت في المكتب، الجو كان حر ومعايا كوباية الشاي بلبن بتاعتي وبتمشى. تعالى رايح فين تعالى. معلش نرجع تاني. بي تو ذا بوينت، خلي القصة مركزة وبس، بلاش تزهق الناس او تتوه. تاني خطوة هي التي او التاسك، او زي ما قلنا المهمة اللي انت هتشتغل عليها. ايه اللي نعمله هنا؟ هنا لازم تحدد بوضوح ايه المطلوب منك، ايه التاسك اللي هتشتغل عليه. ما تقولش كان مطلوب مني احل المشكلة، مش عارف يجي فتبادر في ذهني على طول ما طبيعي انك لازم تكون الحل هتحل المشكله. يعني انت عملت ايه؟ تعالى ناخد نفس المثل نكمل بيه. مهمتي كانت ان الاقي طريقه اسرع في توصيل الشحنات مع الحفاظ على الجوده وفي نفس الوقت الكوست. هنا المهمه كانت واضحه جدا، اوصل بسرعه جوده من غير اكسترا كوست. ايه اللي ما تعملوش؟ انك تحسسهم ان الموضوع كان كبير جدا وان انا كنت بعمل كل حاجه، انا وان مان شو، انا حاولت وجاهدت ورحت وجيت وطلعت ونزلت. ده مش هيخلي اللي قاعد قدامك يصدق او يقتنع ان انت كنت فوكست على الهدف. ثالث خطوه معانا هي الاكشن او الاجراءات اللي خدتها. ايه اللي تعمله في خطوه الاجراءات؟ هنا لازم تشرح ايه اللي عملته بالظبط بتفاصيل، ولكن التفاصيل المهمه فقط.
او زي ما قلنا حاول تخليها في نقط. بمعنى نكمل نفس القصه اللي اتكلمنا فيها، علشان اوصل البضاعه اسرع بجوده عاليه وكوست كويس اشتغلت على 3 محاور. المحور الاولاني اني بدات اراجع كل اللي فات، بدات اراجع المشاكل فين وادخل اكتر في التفاصيل. المحور الثاني بدات اتواصل واتعاون مع شركات شحن كبيره موثوقه سريعه. المحور الثالث اني بدات ادرب الناس اللي في التيم معانا على برامج جديده تسرع العمليه. انت هنا قلت الخطوات مترتبه، بالتالي الكلام كان واضح. ايه اللي ما تعملوش في الخطوه دي؟ ما تقعدش تقول انا قعدت افكر كتير وعملت اجتماعات. هو احنا بندور عليك عشان تعمل لنا اجتماعات وتقعد تفكر؟ يا عم احنا عايزين خطوات، عايزين خطوات اتعملت. فاللي ما تعملوش انك تقول كلام عام، عايزين خطوات واضحه. رابع حاجه ويمكن اهم حاجه هي الريزلتس، النتائج. اي حاجه بتتكلم نتائج. ايه اللي حصل بعد الاجراءات اللي خدتها؟ هل في تحسن؟ هل الدنيا ساءت؟ هل البيع طار؟ مهمه جدا النتائج، بناء عليها اللي قدامك هيعرف انت بتتكلم بجد ولا بتهزي. ايه اللي تعمله في الخطوه دي؟ خلي النتائج على قدر المستطاع، على قد ما تقدر بارقام، ولو مفيش ارقام حاول توضح قد ايه ده انعكس على تحسين الشغل عشان يبداوا يصدقوا ان كان في نتيجه ايجابيه. نكمل نفس المثل. بعد ما طبقنا ال3 محاور دول الشكاوي قلت بنسبه 30%، والعملاء بقوا فرحانين من سرعه التوصيل وكانوا بيقولوا فين الخدمه دي من زمان. ايه اللي ما تعملوش؟ انك ما تقفلش الموقف وتسيبه مفتوح من غير نتائج. عملنا كذا وكذا وكذا وتلاقي اللي قدامك منبهر، ايه الحلو في دماغه بقى، ايه الحلو ده بيقول كلام حلو قوي. عامل زي النكته اللي في مسلسل اشغال شقه. مره مدرب سباحه اتجوز مدربه جمباز، ما قفلتهاش، نكته من غير قفله، اللي قدامك هيبقى متغاظ. الموقف اللي هتختار تقوله لازم تكون مجهز النتيجه بتاعته وعارفها. الستار مش بس في المقابلات او في الانترفيوهات، في التقييم السنوي ممكن الستار تكنيك يساعدك. دلوقتي انت كاتب في التقييم ان انا المفروض اخد احسن حاجه 5 من 5، مديرك هيقول لك اديني موقف. تشتغل بتقنيه الستار، انت كمدير تستخدمها مع التيم عندك في انك تديله فيدباك بتقنيه ستار اي ار. ستار زي ما احنا عارفينها، الاي ار لو غيرت الاكشن ده كان ممكن الريزلت دي تتغير. ستار اي ار. الخلاصه تقنيه الستار هتخليك انك مش بس في الانترفيوهات لكن في تقييم الاداء السنوي على التيم عندك في الترابيزه، وكمدير في الفيدباك او في الكوتشنج مع التيم عندك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد. ممكن تشير الحلقة مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ولو تحبوا تعرفوا اكتر عن الموضوع انزلوا بصوا بصة على المصادر. ابدأوا جربوا واتمرنوا على تقنية ستار وجهزوا بعض المواقف تكون جاهزة في ذهنكم، واكتبوا لنا في التعليقات عن رأيكم والنتائج اللي بدأت تظهر، وتحبوا نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية. شكرا.